السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أم معاذ الجزائرية. نتمنى إن شاء الله تكونوا لاباس في أحسن حال. اليوم راح ندير لكم المحجوبة نتاع البرانس. الله الله، تابعوني هنا. بسم الله وعلى بركة الله، ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندي السميد كيما راكم تشوفوا يكون يعني ناعم، ما يكونش خشين وما يكونش رقيق بزاف. درت عليه شوية نتاع الملح، هذا حسب أفراد العائلة. درت عليه شوية نتاع السكر باش تحمر لي المحجوبة نتاعي في الطاجين وتجيب لون ذهبي ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا بواسطة الماء راح نجمع هذيك العجينه هذيك غير بالعقل هكذا. نلوح الماء غير بالعقل، ما نلوحش الماء دفعه وحده، نلوحو غير بشويه ونبقاو نعجنو. مع البدايه لما نبداو نعجنو في العجينه نتاعنا واش نديرو؟ اسمحوا لي هنا نحي الخواتم هكذا باش نقدر نحط يديا في العجين باش نقدر نعجن. شوفوا هنا كيما قلت لكم نلوحوا الماء غير بشويه ونبقاو ندلكو في العجينه نتاعنا باليابس. نبداو باليابس هكذا باش تتعلك لي، راح تطلق لي هذاك العلك. هذا هو السر اللي راح يخلي العجينه نتاعنا ما شاء الله رطبه ولينه، وكلما نعودوا نخبسوها باش نحلوها ما تتقطع لناش. وكي تعودوا تعجنوا يا البنات ما تقطعوش، عجنوا كيما انايا هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا. عجنوا غير هكذا بالعقل. سمحوا لي هنا راح نمسح طاوله العمل وراح نشتي انا نعجن فوق طاوله العمل هكا فوق البوطاجي هكذا باش تدلك لي مليح عفوا تدلك مليح العجينه نتاعي هكذا باش نتحصلوا على القوام المطلوب. لازم ما تقطعوش هكذا، غير تعجنوا باليابس هكذا غير بالعقل باليابس هكذا هكذا باش تطلق لي هذاك العلك. بعد ما تبدا تطلق لي العلك نبداو ثم نلوحوا الماء غير بشويه هكذا بواسطه الدبزه نتاعي. ندخلوا الماء هكذا غير بالعقل في العجين ونواصلوا العجين نعجنوا غير هكذا كيما راكم تشوفوا بلا ما نقطعوه. هنا راني دلكتها مليح، راني قطعت شويه لا فيديو باش ما نطولش عليكم وباش ما نديركمش من وقتكم بطبيعه الحال. هنا بواسطه لو بابي فيلم اليمونتير هنا راح نديروا هكذا العجينه نتاعنا في لو بابي فيلم اليمونتير وراح نغلقوا عليها مليح بها هكذا باش ما يدخلهاش الهواء وباش ما تشيحلناش. كيما راكم تشوفوا نخليوها ترتاح بيان ساعة ساعتين كيما تحبوا. نحطها هنا في الكوكوت مينيت وراح نغلق عليها ونخليها جانبا باش تطلق لي مليح العلكة نتاعها. شوفوا هنا بسم الله راح نبداو بالدواء نتاع المحاجب كيما نقولوا ما ربي يحفظها تقول الدواوات باش نديروا الدواوات هذوك ولا الدواء. هنا انا راح ندير هذا البصله نتاع الشلوط هكا وراح هنايا كيما راكم تشوفوا راني نقيتها وقشرتها وغسلتها وراح نقطعها هكذا الى قطع صغيره جدا كيما راكم تشوفوا. هنا راح نحطها في هذيك الطنجره هكذا. انا ندير هذه البصله في المحجوبه تجي المحجوبه تاعي ما شاء الله تجي هايله وبنينه. هاي البصله حطيناها في الطنجره. واش نحتاجون المكونات؟ هنا عندي 3 جوابات نتاع الفلفل الاخضر مقطع رقيق، عندي هنا حبه نتاع طماطم سكرفجتها، عندي نص راس نتاع الثوم، عندي مغرف صغيره نتاع هريسه، وعندي 2 مغارف كبار نتاع طوماط كونسونطري المعلب، وعندي شويه الفلفل بالرعبيد يكون مفتت كيما راكم تشوفوا هواكي طلقنا الحراره في المحجوبه نتاعنا. وهنا عندي السناريه اللي هي الجزر راني رحيتها في الرحايه نتاع البصله كذا تخرجي شوي خشينه ما تخرجش رقيقه بزاف. هنا عندي الشحمه نتاع الشحمه كيما تشوفوا تاع الخروف تكون جديده، وعندي هذه القطعه الصغيره نتاع الشحمه هذه قديمه هذه الغاويه كيما نقولوا، هذه راح تعطيكم واحد الريحه واحد البنه في المحجوبه تاعكم ما تصوروهاش. بالنسبه للتوابل هنا نحتاجوا ملعقه كبيره معمره مليح نتاع الفلفل العكري الاحمر الحلو، نحتاجوا هنايا شويه تاع فلفل الاسود والملح حسب الذوق. هنا عندي حوالي 4 ولا 5 مغارف نتاع زيت الزيتون. بسم الله نبداو على بركه الله. راح نحط هذوك المكونات كامل مع البصله كيما راكم تلاحظوا نحطهم هكذا. السناريه هذه راهي اوبليجي ديروها يا البنات ما شاء الله كي ديروها يجي الدواوات تاعكم تجي زاكيه بزاف وتزيد تجي البنه تاع المحاجب نتاعكم وتقتل مام الحماضه نتاع الطماطم والطماطم هذاك نتاع البندوره الحمراء الطماطم هذاك تاع الحب هذيك السناريه هي اللي راح تقتل الحماضه كامله. هنا نديروا حوالي 4 ولا 5 مغارف نتاع زيت الزيتون. انا ما نديرش الزيت، ندير زيت الزيتون تجي البنه ما شاء الله في المحجوبه نتاعي. نديروا كاس ولا 2 نتاع الماء ونخلطهم مليح. انا هنا درت كاس ونخلط اذا كان ناقصه اكيد بطبيعه الحال راح نزيد ندير الكاس الثاني هكذا باش تطيب لي مليح الدواوات نتاعي يطيبوا لي مليح باش ما تبقاش البصلانيه وما يبقاش الجزر ني. هنا راني زدت كاس واحد
واحدة اخر تاع الماء وحطيتها هنايا على الطنجرة، قطعت الدبشة حطيتها جانبا. كي طيب مليح وتطلق لي الشحمة البنة هذيك، راح نلوح هنايا حتى الكرافس. الكرافس ثاني راح يجيو الدواوات نتاعكم ما شاء الله بنان بزاف بزاف. هنايا خليت الدواوات تاعي على نار هادئة يطيبوا مليح. هنا راهي العجينه نتاعي راهي ما شاء الله تماسكت وطلقت لي العلك كيما راكم تشوفوا. راح نحي هذاك النيلون هذاك ونزيد شويه نعجنها هكذا غير بالعقل بشويه وما نقطعش هكذا. شوفوا كيفاش جاتني رطبه. انا شويه الدقيق هذا بصراحه ما عجبنيش شويه، ماهوش يصلح مليح مليح للشخشوخه، ولكن راني نسامي فيه غير بالعقل، نعطيله في الطوع هكذا باش ما يتقطعليش لما نكون نخبز به باش نبدا نطيب. هنايا في هذا القصعة راح ندهن بالزيت القصعة ونبداو ان شاء الله نلوزو المسمن نتاعنا هكذا نوجهوه باش نبداو نديرو المحجوبة. ندهن يدي مليح بالزيت ونبقاو هكذا نلوزوه. لازم يجيو كامل قد بعضاهم هذوك الكويرات، يعني كويرة تكون يعني قد الحبة تاع المندرينة هذيك الصغيرة كيما راكم تشوفوا. بعد ما نلوزهم كامل راح نغطيهم بالنيلو هذا تاع لو بابي فيلم اليمونتاغ، راح نغطيهم مليح باش ما ينشفوليش وما يديروليش هذيك القشره هذيك الفوقانيه اللي تجي فوق العجينه باش ما تفزتش العجينه نتاعي. نغطيهم مليح. انا راح ندير دو ايطاج. هنا درت الايطاج الاول وراح نغطيه هكذا مليح عليه كيما راكم تشوفون. نزيد ندهن شويه النيلون تاعي من الفوق باش ما يلصقوليش اللي راح نحطهم تاع دوزيام ايطاج هكذا. نحطهم هكذا فوق بعضاهم بيناتهم هذاك لو بابي فيلم اليمونتاغ، ونزيد نعاود نغطيهم من الفوق مليح ونخليهم جانبا. نزيد ترتاح العجينه نتاعي مليح. هنا نوليو الدوابات تاعنا. هنا راح نحي الكرافس. الكرافس راهو طاب سي بون. هنا راهو طلق لي البنه ما شاء الله والريحه راهي تشهي ما عندي ما نقول لكم يا البنات. وراح نزيد نحي هذيك الشحمه راهي ذابت صاي هذه الشحمه خلاص نحيها راهي طلقت لي البنه. هنا راح نلوح الدبشه ونخلط مليح. الدبشه ثاني راهي البنه نتاعها خياليه يعني تفوق الخيال. نخلط مليح ونخلي الدواوات تاعي جهه. هنا نبداو على بركه الله نطيبوا. هنا راني حطيت السني. انا نشتي نطيب هكذا نقص خلاص للموقد الطابونه نقص له خلاص. راني درت دهنت شويه الطاجين تاعي من الفوق نتاع الشخشوخه كيما نقولوا الطاوه نتاع الشخشوخه دهنتها شويه من الفوق وحطيت النعمه الاولى. بعد ما حليت النعمه الاولى حطيتها وراح ندير الدواوات كامل على جميع الجوانب باش نديروا البرنوس كان يدير مكاري. انا كل مره كيفاه ندير ديجا درتهم من قبل. راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. راح نحط لكم انواع نتاع المحشوبه اللي درتها في صندوق الوصف خاطر كل مره راني ندير لكم نوع. شوفوا هنا راني غطيتها ثاني بالنعمه دوزيام. راح نقلبها باش تطيب من تحت ونزيد نحل ما بين ما طيب هذيك نزيد نحل النعمه الثانيه الكويره هذيك نحلها ندير الزيت ونحل فوق السنين. انا نشتي نخدم فوق السنين. بعد ما نكمل نغسلو مليح من الزيت هكذا باش ما يتشوهليش السنين تاعي لانه رطب ما شاء الله يطاوع لي الشخشوخه تمشي لي عل كيف كي نعود نخبزها هكذا. هنا راح نزيد نهز الدواوات. نزيد ثاني نطلي هذيك النعمه هذيك اللي درتها الثانيه هذيك هكذا على جميع الجوانب كما راكم تشوفوا. انا شوي تقطع لي قلت لكم العجين هذا شويه راهو يعني صراحه ماهوش يعني تاع شخشوخه 100%، يعني كاين لي احسن منه. شوفوا هنا تقطعت لي شويه كما راكم تشوفوا راني غير نساعد فيها فقط. هنا راني زدت حطيت النعمه. تقدروا البرنوس ديروا كيما تحبوا ديروا فيه 5 كويرات كيما نقولوا 5 نعمات تحبوا 6 7 كيما تحبوا ما تكثروش برك باش كيما نقولوا ما تطيح لكمش الشخشوخه نتاعكم وما ما تكونش معمره بزاف. ديروا حتى ل7 يكفي، حتى ل7 نعمات تكفي. هنا راح نزيد نقلبها. نزيد نحط ثاني هنا الدواوات هكذا ونبقى نطيب هكذا باش نتحصلوا على البرنوس نتاع الشخشوخه نتاعنا بالدواوات حارين وسخونين والبنه ما شاء الله والريحه راهي تشهي. نزيد نفتح هذه بيان. انا راني ما قطعتش الفيديو هكذا باش تفهموا باش ديروا هذه الشخشوخه هذه هكذا كيما يديروا ناس زمان. هذه المحجوبه هذه عفوا هكذا يديروا ناس زمان هكذا بعد كانوا يطيبوا البرانس. هنا راني طبقتها كيما راكم تشوفوا هكذا على 2 طبقتها على 4 نحطها كيما راكم تشوفوها هي كي هاي كيف راح حطيتها. شوفوا ما شاء الله راهي تهب البنه ما شاء الله سخونه وحاره الله الله. راح نقطع لكم هنايا هكذا نقطعوها نتاع البرنوسه كديرها يما ربي يحفظها. يما ربي يحفظها تحب دير غير المحجوبه نتاع البرانس بكل صراحه ما تديرش لي كاغي هذوك.
شوفوا انا نحطها لكم في الصحن هكذا. انا راني طيبت بزاف، ولكن نعت لكم هذه الاولانيه هذه فقط. شوفوا ما شاء الله جات ولا اروع، وعليها الكلام تهبل تهبل البنه وحاره وسخونه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتجربوها بنفس المقادير اللي عطيتهم لكم يا البنات. بربي ان شاء الله راح تعجبكم بزاف، وتبقاو ديما تعتمدوا على هذه الوصفه. اذا نخليكم على خير وعافيه، شهيتكم في الجنه، اترككم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.